اول حاجه معايا 3 معالق كبار من الزبده السايحه، وضروري تكون زبده عشان بتدي طعم حلو قوي. 3 معالق كبار ممسوحين من الدقيق. دلوقتي هرفع الزبده والدقيق بتوعي على نار متوسطه. دلوقتي رفعت الخليط بتاعي على نار متوسطه مع التقليب المستمر مده ما تقلش عن 7 دقايق. كده الدقيق والزبده بعد ال7 دقايق اللي قلنا عليهم بقوا رملي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، ولونهم ما اتغيرش ولا حاجه. دلوقتي بقى هنزل بكوبايتين حليب شويه بشويه. شايفين القوام كريمي علشان بنزل بالحليب شويه بشويه. لو نزلت بيه كله مره واحده ممكن الخليط بتاعي يكلكع مني، لكن انا شويه وبقلب لحد ما الدقيق يمتص الحليب. برجع ازود شويه كمان لحد ما اخلص كميه الحليب اللي معايا. وكميه الحليب دي قد ايه؟ كوبايتين كبار تقريبا 500 ملي. دلوقتي بعد ما خلصت كميه اللبن هنزل بمعلقتين كبار من السكر، والسكر حسب الرغبه طبعا. لو حابين نزود مفيش اي مشكله. وكمان معلقه صغيره من الفانيليا. هقلب لحد ما الخليط بتاعي يفور. كده الخليط بتاعي ابتدى يفور بقى جاهز معايا، هطفي عليه. دلوقتي بقى في اي طاجن او بولة فخار او بايركس او اي حاجة هنزل بالخليط بتاعي بالشكل ده كده، وادخله الفرن ياخد بس وش جراتان. لو حابين نحط شوية سكر على الوش يبقى مكرمل زيادة ممكن. انا هكتفي بالسكر والزبدة اللي في الوصفة. وبكده الحلق بتاعنا بقى جاهز وبرد كمان. عايزه اوريكم بس قد ايه هو كريمي ومكرمل من بره، تحفه جدا جدا. شايفين؟ بجد لازم تجربوه، حلو جدا في الصيف، طعمه خطير. يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، واللي جرب الوصفه وتعجبه يسيب لي رايه في كومنت. سلام.